بالآونة الأخيرة يا جماعة الخير حاليا قاعد أشوف ناس من بلاد المغرب العربي قاعد يشتكون ويتنمرون بما معناه أنه ليش سوريا تفرض فيزا على دول المغرب العربي. أولا شكرا لكل من استقبل الشعب السوري جميعا، وإذا الإنسان يعمل خير، الخير ما لازم يجي يحمل الإنسان مانية أنه أنا جيت واستقبلتك. تمام، هذه لازم نتفق عليها. ثانيا الشعب السوري بالأخص في بلاد المغرب العربي يعني الناس قاعد تشتغل وبأرزاقها، عرفت علي؟ ما قاعد يشحذون ولا قاعد ياخذون فلوس حدا ولا أي شيء من هذا الموضوع. تمام، دورت على الإنترنت كل بلاد المغرب العربي تقريبا الكل يفرض فيزا على السوري. هذه التناقض اللي عندك إنه البلاد المغرب العربي بيفوتوا على سوريا من دون فيزا، أما السوري لما يجي علينا فيزا. شنو التناقض الكبير هذا يعني؟ وليش يعني السوري مثلا أقل درجة من أي بلد آخر؟ هذا الكلام جدا مرفوض. تمام، ونتمنى إن شاء الله نبقى إيد واحدة. بلدك فارض فيزا، سوريا فرضت فيزا، عادي يعني، ريلاكس حبيبي، تاج راسي أنت.